بنزل من بيتي في كل يوم رايح للأهلي أنسى الهموم وارجع فرحان. دريلو هي خنيسي خطيرة والكرة هدف صعب الجول هدف الترجي يحقق السيناريو في وقت أفضلية الأهلي وفي وقت عدم وجود الترجي 1-0 من سنوات ما سبقناش في التهديف وهدف باش يقلب الأدوار لأنه مستحيل الترجي يكون سيء مثل الشوط الأول. الله 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 ريحة الكرة هيا شعلت الترجي برجاله تاريخك يشهد بيك ما نتكلمش جمعية عريقة اللي قالها ما كذبش 2-0 بذكريات بدري اعطيه بدري اضرب يا بدري الهدف الثالث خلص كما انت كبير يا ابن الخضراء 3-0 تغيرت الاسماء تغيرت الاجيال. ما شفت تهديد كوره بيتنفس كده. الاهلي في 2019 بيخسر من سان داونز 5-0. كل ما كان يفوز الاهلي ايابا 5 أهداف مقابل لا شيء. دول مش لعيبه النادي الاهلي، دول مش من نجوم النادي الاهلي، دول مش ابناء النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده روح وعزيمه واصرار. النادي الاهلي صاحب بطولات وانجازات وارقام قياسيه كبيره. يقوم جمهور الاهلي في ماتش الاياب ما تعرفش جاب جاله قلب منين وجاله عين منين. المفروض يبقى جمهور موطي كده ويلف وشه ما يحضرش مثلا او يحضر وهو بيعيط. يقوم جمهور الاهلي رافع يافطه كاتب فيها لقد ايقظتم غضب الشيطان. اي حد ساعتها يقول ايه العيال المتخلفه دي؟ ايه الهبل ده؟ انت يا ابني خسران 5-0 طالع بفضيحه من سان داونز. انت عبيط ولا ايه؟ شيطان مين وبتاع مين؟ انت هتسوق الهبل ولا ايه؟ ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا مشاهدين استاد القاهرة الدولي ما كان يعرف في البدايات باستاد ناصر. يا مدربيات اتلعبت في حضور 120 ألف من الأنصار من العاشقين من مجانين الفانيلة البيضاء ومحبي قلعة ميت عقبة والنادي الأهلي بقلعتيه الجزيرة وفي ناني زيزو بن شرقي الشيكابالا مصطفى محمد. الأهلي هم لا ينظرون للكاس سيفكرون فيها في الأهلي. يتقدم لتا كورة من أفشة ممتازة وسط الميدان ينطلق المعلول ويعلي يمشي معلول حتى الكرة جاية يمشي النيجيري حلوة والخطأ والدفاع والارتباك والجول والحارس يتعامل. أبو جبل ما يهز الجبل أمام الشحات. حسين اكتب يا حسين سجل يا حسين دور يا حسين. جاي في دار الدفاع يغلط الدفاع الظهير طاير يطير عليه والهدف الأول للنادي الأهلي. عمرو السولية عمرو يفجر الكرة في شباك أبو جبل ويتقدم بالأهلاوية لل1-0. أي كرة أي سيناريو أي روعة أي انطلاق. سجدة الشكر من هاني والأهلي. الأحمر يتقدم الأحمر يسجل الأحمر يطير فوق الجميع للنجمة التاسعة. كرة بالراس القاضية ممكن شاط الكرة وجول. القاضية ممكن سجلها ولد معلول سجلها علي معلول ملك الحلول. وي علي معلول والكرة ياس الكرة سي. هل هو معلول ام لا؟ اي قذيفة جات
الأهلية نلعبها لكي نتوج، أي نعم، ولكن التتويج لن يأتي هكذا عبثا ولا يأتي هكذا بسهولة بل بجهد كبير. ضربة الانطلاق أعطيت وأولى الكرات لإسماعيل مقدم في أولى الكرات البعيدة. كرة خطيرة، كرة خطيرة لصالح عناصر الأهلي والتسديدة جول. كرة خطيرة والتسديدة وجول. هو الفارق يصنع في اللحظات الحاسمة. هي الخبرة والتجربة التي تصنع الفارق بالنسبة لعناصر النادي الأهلي. استلمها محمد الشريف بيمناه ودار بيسرى وحطها في الجول في الدقيقة 13 من عمر المباراة. الأهلي يسجل في توقيت مهم جدا وفي ظروف مباراة مهمة جدا بالنسبة للأهلي. الكرة من أمام علي تراوري والانطلاقة من طاهر محمد. طاهر زاد في السرعة إلى عرضية، كرة خطيرة، جول 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 جول. يفعلها صلاح محسن ويسجل الهدف الثاني القاتل للأهلي عند الدقيقة 88. 3 كرات كانت كافية للأهلي لهز الشباك مجددا وتسجيل الهدف الثاني. هاي الكرة الضائعة من اليو ديانج استرجعها محمد شريف في الأول. اسمع محمد شريف الأول. محمد شريف الأول، هو الأول دائما. محمد شريف يا ولد، يا الأهلي أفشة ولد لعيب. هي الثاني. يلا يا أفشة، يلا لا تغت أفشة، هي تخلص الكرة. لا تغت يا ولد. عفيدي كرة ممتازة في دار علي معلول، يعدي احدادي والكرة جول. الهدف الأول هو حميد اعداد جول. كرة جول. الرجال العالمي الأخضر المغربي المتحدي بنجومه القوية. شريف يعدي يوزع. كرة جول. مجد جول. كرة جول. السلطان هو سيد هذا الميدان، زعيم القارة الأفريقية بنجومه القوية. معلول، شريف، أفشة والبقية يا سادة. يتقدم، يمشي توفيق والهدف. توفيق جول. عبد الإله مذكور، يتقدم ويضيع. أثناشر لقب يا السادة فوق الميدان. 10 الريال مدريد افريقيا الأهلي المصري، ولقبين للعملاق الودادي. لا يمكن لنا وصف هذه الأجواء. أعظم المواقف الجماهيرية. ولا تبادل التهاني بين وليد الركراكي وطبعا بدر بنون الابن الممتاز للكرة المغربية موسيماني ووليد الركراكي. حديث المدربين في مباشر أمامكم مشاهدينا الكرام، ورئيس الكاف موتسيبي الجنوب افريقي الى جانب رئيسي الناديين سعيد نصيري للوداد ومحمود الخطيب للاهلي. عمل الجمهور والميدان مغربي وعمل الخبره مصري، فكيف ستكون البدايه وعلى اي شكل ستاتي النهايه؟ كل البيوت مودي رضا الشعدي وايمن حسوني والمهاجم الكونغولي كيم بنزا ومحمد الشناوي. زيادة حمدي فتحي تسويق. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا لا لا، المترجي يرج الدفاع الاهلاوي. زلزال في كازابلانكا. الوداد يا سادة
جمال على جمال، دلال على دلال. الأقدام المغربية ذهبية، المترجي بصاروخية قادمة من القارات. من جانب النادي الأهلي هذه الهجمة المغربية والإمكانية، يوزع جول. الهدف الثاني هو زهير المترجي، الهدف الثاني. نار 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 يا حبيبي نار. فريق الوداد بأجيال وأجيال، جمال كل الجمال، دلال كل الدلال في استاد كازابلانكا. النجوم المغربية تتلألأ في كازابلانكا. ليلة قلنا مشاهدينا الكرام من الليالي الملاح لكرة المروك. غلط وانا كنت مستنيه يغلط. هات لي حقي بقى يا خميس، استحمل بقى. اقعد انت بقى وشد حجرك واتفرج انا هعمل ايه. واشهد يا حرق على اللي هيحصل في خالد بوجي عشان هو غلط، والغلط لحظه بس الندم سنين يا حلو. الافريقي 2019 في الدوحه بين الترجي والرجاء البيضاوي. تسما ادار كذلك نصف نهائي اخر نسخه من كاس افريقيا للامم بين السنغال وبوركينا فاسو. نمر الى استعراض تشكيلتي الفريقين. البدايه بالفريق الضيف النادي الاهلي. يرسل المرمى لمحمد شاوي، يمين الدفاع محمد هاني، لليسار علي معلول، وسط الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. في وسط الميدان ثلاثه لاعبين، حمدي فتحي، مروان عطيه واليو ديانغ. ثلاثي خط النار بيرسي تاو ونجم. مخالفه ضد علي معلول، احتجاج كبير من مارسيل كولر. بداية اللعب يوزع جول 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 جول. الكاس تغني لك يا ودادي، اطلب فؤادي. الوداد فريق الامجاد يتسلطن في قلب كازابلانكا. وداد الأمة دار 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 في هذا المشوار. أحمر كازابلانكا، ما أجمل لونه، ما أقوى فنونه، جمهوره ساد جنونه. الكرة المغربية محمد ونجم رهيبة وقوية، ودادية ودادية بأنجم جبران داودي والبقية. دلالة السنغالي وسيفتين بويرا. نو كومنت على هذه الجماهير المغربية. الشيء من ما أتاه لا يستغربوا لما نرجع لنتابع شعبية فريق الوداد منذ وصول التغييرات والركنية. الجمال بما حمل النادي الاهلي. علي معلول يوزع جول جول اهلاوي. علي معلول ملك الحلول. علي معلول للراسية الذهبية. محمد عبد المنعم يا سيدي امرك يا الاهلي، امرك يا سيدي. هذا هو اهلي، اكبر المواعيد، حديد في حديد، كبير افريقيا، بعبع القاره، سلطان اللعبه، ريال مدريد افريقيا. يتغير الزمان والاهلي هو وهذا هو الحكم مملكة تسما يؤشر على تتويج النادي الاهلي باللقب الحادي عشر على حساب الوداد البيضاوي المغربي.
نقول مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، للنادي الاهلي. إذا الكل في انتظار رفع الكاس الغالي، متعودة عليها، متعودة دائما متعودة. وهذا هو في قلب كازابلانكا. الأهلي المصري يتوج باللقب ال11 في 2023. شفت الشقاوة روح امك. شفت يا بابا. بتذلوني يا نهار ازرق، ده انت انا عليا طالما اكيد. إذا من سيرفع الكاس في هذه السهرة في النهائي العربي رقم 18 في تاريخ رابطة الأبطال؟ جمهور الترجي انتماء، جمهور وفاء، جمهور جاء من تايلاند، من أمريكا، من كندا، من لوكسمبورغ، من الأراضي الأوروبية القريبة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، من كل الدول الخليجية والعربية، شدوا الرحال من مطار تونس كرتاج إلى الكايرو من أجل العودة باللقب وتحقيق النجمة الخمام العريق وحامل اللقب النادي الأهلي. من 60,000 متفرج يرسم كرة الشحات خطيرة بالراس، مش مقدور والهدف الأول. 1-0 للنادي الأهلي، 1-0. هدف مبكر جدا للنادي الأهلي عن طريق رامي ربيعة. دخلة قوية جدا من أول كرة، هدف كان ممكن تفاديه، خطأ فادح في عمق. هنا إعلان اللحظة التاريخية، الأهلي نسر يحلق في هذه اللحظات، الأهلي يتوج بلقب هذه البطولة، الأهلي بجماهيره وعشاقه ومحبيه، التالتة شمال بتهز جبال، بأعلى صوت نشجع الأبطال، فريق كبير، فريق عظيم. حاج حمادة كده يا باشا احنا نرجع جيرة زي ما النبي وصى عليه الصلاة والسلام. لم عيالك يا حمادة، لم عيالك يابا.